السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. ربنا يفرح قلوبكم ويسعد خواطركم يا رب، وييسر لكم كل امر عسير يا رب يا رب يا رب. كل اللي ليه امنية حققها له. اللي عايزة تتجوز يا رب ربنا يرزقها بالزوج الصالح، واللي عايزة خلفة يا رب ربنا يرزقها بالخلفة الصالحة يا رب، اللي تنفعها في الدنيا وفي الآخرة. واللي عايز فلوس وشغل ربنا يرزقه من وسع يا رب. وربنا يهدلنا ولادنا جميعا يا رب، يهدلكم ولادكم ويسر لهم كل امر عسير يا رب، في التعليم وفي الشغل وفي كل حياتهم، اللهم امين يا رب العالمين. انا حابة اشكر كل حبايبي اللي في القناة، القدام والجداد اللي دخلوا ونوروني. اقول لهم يا رب ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم دنيا واخرة يا رب، ويوقف لكم ولاد الحلال وما يكسرش بخاطركم ابدا، ويسعدكم يا رب يا رب، يسعدكم سعادة الدارين يا رب، ويرزقكم دايما بولاد الحلال اللي يقفوا معاكم ويسندوكم، ويبعد عنكم ولاد الحرام يا رب، وكل اللي بيحب الحرام. ربنا ييسر لولادنا وولادكم التعليم يا رب، ويجعله سهل ميسور. بالنسبة بقى لدخول المدارس، هي خلاص المدارس هي على الأبواب. احنا خلاص في مصر المدارس هتدخل يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. طبعا كده بترتيب كل سن، من أول الحضانة لغاية ثانوي وكده. كل واحد هيبقى ليه يوم إن شاء الله يدخل فيه. فده ساعدني بقى كده. انتوا عارفين اللي انا الفترة اللي فاتت ديت كنت في شغل، وبصراحة لقيت الشغل يعني هو كانت نوايا بتسد الزير، بس على دخول المدارس وانا هيبقى عندي 2 صغيرين بوديهم وبجيبهم ان شاء الله من المدرسة، وعلى بال ما اعمل الاكل واجهز مش هيبقى فيه قدامي وقت، او الشغل ده هيبقى بالنسبة لي صعب. انا قلت ولادي اولى بالوقت اللي انا بقضيه في الشغل ده بصراحة، والارزاق بيد الله، وهو كله ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يبارك في القليل وربنا يعدلها من عنده كده يا رب، وكله برزقه ان شاء الله ان شاء الله. انا كنت عاملة على الشغل اللي هو يعني يساعد في مصاريف البيت، او اللي انا اجمع قرش، اللي انا مثلا اساعد في مصاريف انتوا عارفين اللي ابني داخل جامعة السنة دي، ابني اول واحد يعني، البكر بتاعي اكبر واحد ليا، داخل جامعة السنة دي، وعندي الباقيين في المدارس، وكل واحد ليه دروس وكل واحد ليه مصاريف. فقلت اجمع قرش اللي انا اساعد يعني، والله المستعان. فمعرفتش بصراحة، ما فيش حاجة بتتجمع. فقلت اسيبها، والوقت اللي انا بقضيه في الشغل وكده كده يعني العملية اهو الحمد لله يعني اهي ماشية بالزق. فربنا كريم وربنا رحيم، ربنا يعدلها ويساويها من عنده. وقتي ادي لعيالي، اذا كان حد مثلا عايزني اقعد معاه في المذاكرة، وعلى بال ما يجوا اعمل لهم الاكل وانضف والكلام ده كله، انتوا عارفين كل ام بتعمل ايه يعني. وكفايه عليا ان اللي انا بس اودي، ربنا يعيني ويعين كل حد يا رب. كفايه اللي انا هوديهم واجيبهم بس للمدرسه ديت. دي بالنسبه لي وفي الوقت اللي انا فيه دوت. يعني انا السنه اللي فاتت والله يعني مش زي السنه دي. انا بعد الظروف اللي انا مريت بيها وظروف مرضي وظروف تعبي وكده، ده كله اثر والله، بيأثر على الصحه. محمل الحمد لله الحمد لله على كل حال، انا كويسه احسن من الاول بكتير طبعا. بس كل التجارب اللي انا مريت بيها ديت والعمليات والادويه والكيماوي والحاجات اللي انا كنت باخدها ديت برضو مش بالساهل والله على الجسم، والله مش بالساهل. فالسنة دي مش زي السنة اللي فاتت. ادعولي بالله عليكم اللي انا اقدر بس اودي عيالي الصغيرين للمدرسة. مرام في رابعة ابتدائي، دي يعني غلوبة خالص، غلبانة خالص، ما بتعرفش تتصرف في اي حاجة. واختها راح كيجي، اول سنة ليها السنة دي، فهم ان شاء الله يبقوا في مدرسة واحدة. فهوديهم واجيبهم، ربنا يعيني بقى على المشوار والله. الحمد لله الحمد لله. ربنا ييسر كده يا رب يا رب، ييسر لنا كلنا، وييسر لكم الحال يا رب. انا عارفة الامهات كلها بتبقى مشغولة وبيبقى الوقت ضيق، وخصوصا كمان الشتاء جاية مفيش وقت. فقلت ايه كده كده هقعد من الشغل بقى كده ان شاء الله، ومش مستاهلة يعني، مش مستاهلة تعب اكتر من كده، او انا مش حمل تعب شغل تاني يعني. كفاية عليا ربنا يقدرني على عيالي وشغل بيتي، و... وربنا يقدرني على القناة يا رب كده، ويجعلها فيها البركة،
ويجعل لي اللي انا استفاد منها واخد قرش منها يا رب. الله المستعان. بس بجد بجد والله العظيم انتوا بتوحشوني. الفيديو دوت انا كنت مصوراه بصراحة من يومين وكل ما اجي اقول انزله مش عارفة. حاسة ان انا يعني الشغل بتاعي في القناة برضو يعني بشتغل وبتعب وبعمل فيديوهات وبنزلها، يمكن كمان يعني ما بتجيبش حاجة خالص، ما بتجيبش تمن النت حتى اللي انا بصرفه عليها. فالله المستعان الله المستعان. والله انا بتعب في الفيديوهات يا جماعه وحياه رب الكعبه. على امل اللي انا يعني والله فيديو ده زي ده كده يعني بيقعد يتصور كتير وبقعد اعيد وبقعد اعمل. ده كله الامل في ربنا. ثم يعني المتابعين بتوعي ربنا يسهل لكم كده كل امر عسير. المطلوب بس منكم يا جماعه تتفرجوا لي على الفيديو. انا والله مش عايزه اقعد اشتكي كل شويه من المشاهدات ومن الكده. انا عارفه ان كل حاجه في وقتها ان شاء الله ان شاء الله كل شيء باوان. بس همتكم معايا يا حبايبي كده تتفرجوا لي على الفيديو. ولو استضيفكم الاعلان ما تتخطوش الاعلان بالله عليكم. حابه اوريكم بقى النهارده الهمبرجر اللي انا كنت عاملاه معاكم علشان يبقى كل حاجه قدام عينيكم عملي. ما حبيتش اسويه الا لما اوريهولكم علشان لو حد عمل الوصفه ديت يعني نص الوصفه بتاعه الفيديو اللي فات، اللي احنا كنا عاملين بربع كيلو لحمه مفرومه، كنا عاملين كفته والهمبرجر. انا قلت لكم اللي انا هحطه في الفريزر، حطيته فعلا في الفريزر، ولما طلعته فك شويه. انتوا بصوا شايفين حتى في ابيض اهو مكان التلج. استنيته لما فك، وبعد كده في الزيت كده وهعمله اهو زي ما انتوا شايفين. حبه زيت مش كتار قوي يعني، حبه زيت صغيرين زي ما بتعملوا اي همبرجر. وما بياخدش سوا، خلي بالكوا يعني علشان ما تسهوش عليه. مجرد ما تلاقوه احمر كده من تحت تقوموا قلبينه على طول، وما تخافوش مش هيلزق في الطاسه ولا هيفك ولا اي حاجه. والله زي ما انتوا شايفينه كده. انا حبيت اوريكم كل حاجه عملي وعلى الطبيعه. ماشي. علشان ايه اللي حابب يجرب الوصفه ويعتمدها اهو زي ما انتوا شايفين. والله زي الفل زي الفل زي الفل. للمدارس بقى هتبقى وصفة يعني اقتصادية، ارخص من الجبنة كمان. انتوا لو جبتوا جبن ولانشون او جبنة حتى لوحدها هتبقى اغلى من كده. ايوه فعلا صدقوني هتبقى اغلى من الوصفة الاقتصادية ديت. فعادي بقى نعملها للمدارس، نعملها في البيت لما يجوا على الغدا. مفيش اي مشاكل. المهم يبقى عندنا اكل موجود في البيت، حتى لو كان لو انتوا مثلا بتعملوا مرة مرتين لحمة في الاسبوع او فراخ او الكلام ده كله. دي هتبقى وصفة اقتصادية خالص، يعني جنب الايام اللي انتوا بتعملوا فيها ايه لحوم وفراخ وكده. فاهميني؟ بدل ما نعمل الاكل قرديحي يا جماعة، يبقى حاجة زي كده جنبيه بتسد احسن ما نعمل الخضار ونعمل الاكل قرديحي كده ما فيهوش اي حاجة. ده يبقى طبق جنب الاكل، يبقى اقتصادي، ويبقى حاجة برضو ايه موجودة في البيت تسد وتشرف في اي وقت لو حد جالكو. لو حد جه على فجأة، لو مفيش لحوم او مفيش اي حاجة. دي الوصفات الاقتصادية دي تبقى جنب الاكل. تمام. انا اوقات كتير قوي كنت بعمل مثلا خضار ورز، يعني وصفه ما فيهاش اي لحوم ديت. مثلا لو احنا عملنا شويه طبيخ خضار وجنبيهم حبه رز وجنبيهم حبه الهمبرجر دولت او حبه الكفته اللي احنا كنا عاملينهم. اللي حبايبي اللي ما اتفرجوش على الفيديو اللي فات، انا بتكلم برضو على الفيديو اللي فات. الوصفه ديت من الفيديو اللي فات، وصفه اقتصاديه. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يا ريت يشوفه علشان يستفاد. فبقول لكم بقى بتبقى ايه حاجة سندة البيت، وحاجة برضو تقلل من المصاريف ومن الضغوط. بصوا ما خدش وقت خالص، ما بياخدش وقت يا دوبك نص دقيقة على الناحية ديت ونص دقيقة على الناحية ديت، وبنقوم مطلعينها. وما بيشربش زيت، ما تقلقوش مش هيشرب زيت. حبة زيت صغيرين هيكفوا كمية كبيرة ديت. وما شاء الله العيال بيحبوها وبيتبسطوا. وكمان خصوصا كمان الولاد اللي هم ما بيحبوش طعم اللحوم. الحاجات ديت طعم اللحمة يعني بتداري طعم اللحمة، وبتبقى فيها فوايدها برضو.
انا عندي بالنسبه لاولادي ما بيحبوش اللحوم تلقائي كده حاجه، يعني اللحمه كده قدامهم لا، يعني بيحبوا اللحمه متداريه. فبتبقى وصفه حلوه للاطفال اللي مش متعودين على اللحمه، او النباتيين اللي ما بيحبوش اللحمه. هوريلكم بقى حته من جوه، بصوا اهي، وريحتها جميله وطعمها جميل. حبايبي بقى ما تنسونيش باللايك، بالله عليكم استحلفكم بالله ما تنسوش في اللايك. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم.